ومتابعين على الهواء مباشرة رحمة بضيافتنا، يعني فعلا كتار بحبوا رحمة، خريجة ستار أكاديمي، النجمة أخيرا بعد جولة على برامج للهواة حققتي اللي بتحبيه. رحمة، رحمة أنت من بيت فني مثل ما ذكرنا من البداية، والدك الفنان الراحل له يمكن حوالي 13 سنة متوفي، الفنان رياض أحمد. شو أخذتي منه؟ شو تعلمتي منه؟ أنا بابا يعني بالنسبة للعراق وللخليج معروف كثير، بس عمري ما حسيته فنان، كثير متواضع. أنا أخذت منه هاي الميزة الحمد لله، وراح ضل هيك. برأيك لو هو بعده على قيد الحياة كان بيشجع بنته رحمة انها تكون فنانة وتنطلق بهالجو، ولا ممكن كان عنده رأي آخر؟ أعتقد كان عنده رأي آخر، لأنه كان يمكن بوقتها الفن صعب شوي، ما بده اياكي تتلوعي يمكن. ايه خصوصا للبنت يعني العراقيه، بس يمكن لو عايش لهالفتره وشاف انه في تطور وفي تفتح، خلص يعني اعتقد كان ان شاء الله كان غير رأيه. نعم. رحمة، التحية منك لروح الوالد، وكمان احدى المتصلات طلبت تسمع اغنية لوالدك، شو بتغني له اليوم؟ في كثير اغاني، هي طلبت غنية مني، هي اسمها مجرد كلام. نسمعها منك. عجيب الليالي غريب الزمان، يخلي الحبايب كل واحد مكان. عجيب الليالي غريب الزمان، يخلي الحبايب كل واحد مكان. يا ريتك تجيني ويرد لي الحنان، يا ريتك تجيني ويرد لي الحنان. قلت لي انتهينا كلام ومشيت. شكرا. شكرا لك رحمة حبيبتي. رحمة، من الأكاديمية كتار بحبوكي، كتار بيهدوكي، يعني سمعنا أنك صرتي متملكة وبمنطقة قريبة على لندن تقريبا ربع ساعة صار عندك أرض هدية. صرت من الناس اللي بيملكوا أراضي برات الوطن. أعطينا، خبرينا عن تفاصيل هالهدية اللي ما كنت متوقعتيها أبدا رحمة. أكيد. أول شيء أنا كنت، أنت عارفة إنه إحنا فينا نحكي مع أهالينا عنا دقيقة. فماما قالت لي ماما إجتك هدية قطعة أرض بلندن، فأنا قلت لها شو؟ قالت لي قطعة أرض بلندن وفي سيارة ناطرتك إذا أخذتي اللقب. إيه في شيء عم بنوه. لا بتعرفي انه الهدايا مش بس انت وداخل الاكاديميه، في هدايا برات الاكاديميه باستوديو عيون بيروت، اكاديميه ثانيه خاصه فينا. انه في صوت شكرا. برازيل، في برازيل لانك برازيليه. في صوت بس فتحيهم تفضلي. ريل الكارت المكتوب ونفتح بس خلينا نفتح قبل لانه سامع عن جد صوتك سينه. الى فنانتنا الحبيبه النجمه رحمه رياض من منتداك الرسمي. نياو نياو سينه. في بسينه مش عن جد. لا ما بتحبي البسينه؟ كثير بحبهم. يعني حدا بيعرف مزبوط شو بتحبي. خلينا نشوف. فرجينا. بس ما تقوم تنط. لا مخبايه يا مسكينه. يا لك شو مهضومه. لك شو رح بتسميها للبيسه؟ ما بعرف شو اقول لكم، شو بنسميها؟ ما بعرف انت شو، لما نعرف اذا